اسمعي بقى يا حبيبتي، احنا دلوقتي رايحين المدرسة وهينادوكي باسم نورهان. ريحان دي مين يا طنط؟ نورهان سليم القاضي، عشان انا كتبتك باسم اخوي. وبعدين ايه طنط دي؟ احنا مش اتفقنا هتقولي لي يا ماما؟ حاضر يا ماما. حبيبتي يلا. انت فين؟ جميلة فين؟ والنبي حد يرد عليا. انا ما بيعطاش، انا كنت بحافظ عليه وما كانش قدامي غير كده. بعد مني يا إسراء، مش هرتاح ولا هدالي بال غير لما أرجع جميلة لحضنك. وأنا أوعدك إني هخلي حياتك كلها فرح وهنا وسعادة وأمان. انت وعدتني قبل كده يا حسام. اضحكي بقى يا نورهان، انا بصورك، عايزة الصورة تطلع حلوة. حاضر. مبسوطة يا نورهان؟ لا عليكي، قولي لي يا جميلة. ها قلنا ايه؟ خلاص خلاص. طب قولي لي مبسوطة يا حبيبتي؟ بحاول أكون مبسوطة بس ماما وحشتني أوي. والنبي يا عمو رزقني واشتري مني كيس مناديل. أصل أنا ماما كانت تعبانة أوي، وأول ما نامت نزلت بكيس المناديل عشان أبيعهم وادالها فلوس وأفرحها. مالك يا عاطف، في ايه؟ بصراحة يا رضوان، أنا مش قادر أتلم على أعصابي. ليه، في ايه؟ أنا أول مرة أركب طيارة وخايف تتقلب بينا. طب اسكت بقى، عشان لو سمعك حسام بيه هيحلف علينا ما نروح معاه. يلا. أنا ما عنديش أب زي كل البنات، عندي ماما بس هي تعبانة. يعني انت يا حسام مصمم تسافر اليابان من غيري؟ مهمتك مش أقل من مهمتي يا عبد التواب. إسراء كلها أسبوع وتخرج من المستشفى، وأنا مش هقدر أحط عيني في عينها من غير جميلة. أنا كل اللي عاوزه منك أما الدكتور يكتب لها خروج تاخدها وتسافر على الصعيد. أنا كلمت أمي وهي مستنية وصولكم هناك على نار. احنا جاهزين يا حسام بيه. حاضر يا رضوان، يلا شوف وشك بخير. في حفظ الله. مع السلامة يا حسام. معقول يا ام جميلة دي الهدوم دي حسام نزل اشتراها بنفسه؟ تسيبيها وتلبسي الجلابيه القديمه اللي دخلتي بيها المستشفى؟ انا ما يلزمنيش اي حاجة من حسام عبد التواب بيه. كلام ايه اللي بتقوليه ده يا ام جميلة؟ ده انا كنت لما ببص في عينيكي بشوف حسرة وألم ما يستحملهمش بشر. لما يجي الوقت عشان تفرحي تقولي ما يلزمنيش حسام. الحسرة اللي كانت في عينيا على بنتي اللي ما كنتش لاقي لها اب تتكتب باسمه. والله انا ما مصدق. معقول جميلة تبقى بنت حسام الهواري بجلالة قدره؟ المهم حسام سافر اليابان، وانا متأكد ان شاء الله انه مش هيرجع غير بجميل. يلا احنا ننفذ وصيته بقى، الراجل موصيني ومعتمد عليا. وصيت ايه يا عبد التواب بيه؟ حسام قايل لي اليوم اللي تخرج فيه ام جميله من المستشفى خدها على الصعيد،
وامه هناك مستنياكي وبتعد لوصولك بالدقيقه. لا يا عبد التواب بيه، الفلل والقصور مش مكاني، ومن الصعب انا وحسام نتجمع في مكان واحد تاني. حسام، طب انا هقول له ايه؟ ايه يا عبد التواب؟ بكلم امي بتقول لي محدش وصل، بكلمك انت ما بتردش عليا، هو في ايه؟ معلش يا حسام، انا كنت مستنيك لما ترجع ونبقى نقعد نتكلم. قول لي بس انت عملت ايه؟ والله ما عارف اقول لك ايه يا عبد التواب. نبيلة هانم من يوم ما اخوها ما خد الجنسية اليابانية والسفارة المصرية ما عندهاش معلومات كافية عنه، بس انا هعمل المستحيل ومش هرجع غير بجميلة. قول لي فين اسراء؟ انا عايز اكلمها. ام جميله رافضه تسافر الصعيد يا حسام. مش مشكلة، افتح لها الفيلا اللي في القاهرة وخليها تقعد فيها لحد ما اجي. انا هقفل معاك واكلم البواب. الموضوع مش كده يا حسام، صدمة سفر جميله مأثره عليها، هي رافضه تقعد في اي مكان تبعك. بس صدقني حلم رجعت بجميله كل الامور القديمه دي هتتنسي. يعني ايه يا عبد التواب؟ يعني هي بتتكلم في طلاق يا حسام وانها تقعد لوحدها، بس صدقني زي ما قلت لك حلم رجعت بجميله كل السنين السوداء اللي مريت بيها انت وهي هتتنسي. انا بحبك قوي قد الدنيا دي كلها يا ماما، ولو كان ليا بابا كنت احبه كمان ويجيب لي لعب زي ابو كندا صاحبتي. يا حبيبتي انت ليكي بابا وبيحبك قوي كمان. هو فين بس يا ماما؟ وعايزاكي تقعدي تسمعي كلامها. لا يا ماما، انا مش هقعد هنا، انا هاجي معاكي. انا يا ماما اما اكبر هشتغل ومش هخليكي عاوزه حاجه. لهيب النار في قلبي والليل عليا طال، عايش في جرحي لوحدي ما بقتش اشوف نار. يا دنيا المر فيكي طعمه ولا الصبار، الملح ساكن جرحي والدمع في عيني نار.